السلام عليكم ورحمة الله. معاكم محمد موسى من قناة مستر تك. أهلا بيكم. الجي بي اس وقف في عربيتك وبقت معرضة للخطر والسرقة في أي وقت؟ ما تقلقش، مستر تك عنده الحل. خليكم معانا ومستر تك. لو بتتابعنا أول مرة متنساش تضغط سبسكرايب وتشترك في القناة، ومتنساش اللايك الجميل وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. الجي بي اس وقف يا جماعة في معظم السيارات، وحاليا بقت سيارتك او عربيتك معرضة للخطر والسرقة في اي وقت. طب ايه هو يا جماعة الاول الجي بي اس وايه هي استخداماته؟ الجي بي اس يا جماعة عبارة عن جهاز تتبع بتركبه في عربيتك، بتعرف العربية بتاعتك موجودة فين في حالة السرقة لا قدر الله، أو في حالة إنك اديتها لأحد الأصدقاء أو لابنك وعايز تعرف هو موجود فين، أو تعرف عربيتك هتروح فين. وجي بي اس مهم جدا في حالة السرقة لا قدر الله، فهو بيلعب دور مهم جدا جدا في حالة السرقة، فهو بيقدر يعرف السيارة بتاعتك موجودة فين وبيحدد لك مكانها على الابليكيشن الموجود عندك على الموبايل. ومش بس كده، ده انت كمان تقدر تتصل بالجي بي اس ويرد عليك وتسمع اللي موجود في عربيتك، يعني تسمع الشخص اللي موجود في عربيتك بيتكلم وبيقول ايه. ممكن عن طريق كده كمان تعرف هو مين وموجود فين، يعني كل حاجة تقدر تعرفها عن طريق الجي بي اس. وكل الإمكانيات ديت بتختلف من جهاز لآخر على حسب نوع الجهاز والشركة المصنعة والبرنامج اللي نازل عليه. وعلى فكرة الجي بي اس مش بيستخدم في السيارات وبس، لا بيستخدم كمان مع الأطفال. في جهاز تتبع برضه للأطفال بيبقى على شكل ساعة بيلبسها الطفل في إيده، بحيث تقدر تتتبع طفلك وتسيبه يخرج لوحده بأمان. طب ايه اللي حصل بقى يا جماعة في الفترة الأخيرة وليه أجهزة الجي بي اس وقفت في مصر؟ السبب يا جماعة وباختصار شديد إن الأجهزة ديت غير موثقة في الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات والمعرفة باسم نترا. طيب ايه الحل يا جماعة وازاي نوثق أجهزة زي ديت؟ ازاي نشغلها تاني بطريقة أمان وتكون طريقة قانونية؟ علشان ترجع تشغل الأجهزة ديت في حل من اتنين. الاولاني انك هترجع للشركه اللي انت شاري منها الجهاز ويعمل لك استبدال للجهاز بتاعك، هياخد منك الجهاز القديم ويدي لك جهاز جديد شغال ومفيش فيه اي مشكله، وهيشتغل معاك وهيعمل تتبع ويعمل كل حاجه وكل الخصائص اللي انت كنت بتستخدمها قبل كده. ولكن طبعا الجهاز ده برضه غير موثق وغير مسجل في الهيئه القوميه لتنظيم الاتصالات، وهيجي عليه طبعا يوم ويقف زي ما الاجهزه اللي قبله برضه وقفت. طب هو ليه الجهاز وقف يا جماعة من البداية؟ ده جهاز تتبع في عربية، ليه الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات توقفه؟ الجهاز ده يا جماعة فوق ان هو جهاز تتبع فهو جهاز تصنت، وفي ناس بتستخدمه استخدام خاطئ. مش كل الناس طبعا بتستخدمه في السيارة زي ما حضرتك بتستخدمه، او بتستخدمه في انها تبقى تتبع لطفلك. لا، في ناس تانية بتستخدمه استخدام خاطئ في التجسس على الناس كمان. فطبعا حاجة زي ديت لازم تكون موثقة في الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات وتكون مسجلة بطريقة قانونية، ويكون معروف ان ده مثلا جهاز تتبع لطفل او ده جهاز تتبع العربية او ما شابه ذلك. فالهيئة القومية لتنظيم الاتصالات عملت لك حاجة جميلة جدا، وهي شريحة موبايل. شريحة موبايل مسجلة في الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات إنها تشتغل مع العربية، يعني الشريحة كمان اسمها عربيتي. طب ايه هي الشريحة ديت واشتريها منين وازاي وبكام وايه هي الباقات بتاعتها؟ ما تقلقش، مستر تك جايب لك كل حاجة. دي كده يا جماعة كل التفاصيل ومن المصدر. شريحة VLT Vehicle Tracking Line، ده اسم الشريحة يا جماعة. تمام. الشريحة ديت من شركة وي، بس مش معنى كده ان هي في شركة وي بس، لا، حضرتك تقدر تاخدها من شركة وي، فودافون، اتصالات، اورنج. تعالوا تعالوا كده نشوف ايه هي التفاصيل بالظبط. تعتبر شركة AT&T المصرية الوكيل الوحيد المرخص له بتوفير أجهزة تتبع المركبات بأنواعها وخصائصها المختلفة في مصر. يوجد شريحة كبيرة من الأجهزة العاملة حاليا على السيارات المختلفة المملوكة للأفراد والشركات ليست مرخصة من قبل شركة AT&T. أطلقت الهيئات المختصة في مصر مبادرة لتقنين أوضاع تلك الأجهزة ومنحها الترخيص اللازم والصيغة القانونية
والتقنية للعمل في مصر. بالتالي تم إيقاف كل الخطوط المختلفة العاملة على تلك الأجهزة، وتم توجيه مالكي تلك الأجهزة للتوجه لشركات المحمول المختلفة لشراء الخطوط الخاصة بتقديم تلك الخدمة لتفعيل الخدمة مرة أخرى على تلك الأجهزة. يعني أفهم من كده إن الأجهزة اللي معايا مش هتشتغل إلا إذا كانت من تبع شركة ETIT. أيوة فعلا، الأجهزة اللي من شركة ETIT هي دي اللي هتشتغل، غير كده مش هتشتغل بشريحة. طيب أنا أعرف منين إن كان الجهاز اللي معايا ده ETIT ولا لأ؟ هقول لحضرتك دلوقتي كل الأجهزة اللي من شركة ETIT والموديلات بتاعتها. سيقوم العملاء بزيارة فروع شركات المحمول لشراء الخطوط الخاصة بتلك الخدمة للأفراد وتوقيع عقود الخطوط وتشغيل الخدمة من قبل شركة ETIT. يعني حضرتك تقدر تاخد الشريحة من أي شركة من شركات المحمول الأربعة، مش لازم لا، أي شركة حضرتك عايزها. أهم حاجة طبعا يكون الجهاز من شركة ETIT، وده هنقول لحضرتك دلوقتي عليه. طيب ايه هو بقى الخط داتا VTL؟ مبدئيا كده يا جماعه، الشريحه اللي حضرتك هتجيبها هتكون شريحه داتا، مش هتكون شريحه اتصال عاديه. هتجيب شريحه الداتا ديت وبتركبها في الجهاز طبعا عن طريق الشركه اللي هي ETIT، يعني بعد ما حضرتك ترجع للشركه. طيب ايه هو الخط بقى؟ الخط دي تعريفه اشتراك جديده مخصصه للاستخدام على اجهزه تتبع المركبات للافراد، يعني هيشتغل على العربيه فقط. الخط بيكون خط داتا عليه باقة موبايل انترنت وباقة رسائل، بحيث لو خلصت باقة الانترنت تقدر تبعت رسائل. باقة الموبايل انترنت بتستخدم لتتبع مسار السيارة، وباقة الرسائل بتستخدمها جهاز التتبع لإرسال رسالة بموقع السيارة في حالة عدم وجود خدمة انترنت في المكان، وطبعا ده بيكون على حسب إمكانيات الجهاز بتاعك. الخط ده مخصص لخدمة التتبع فقط، ولا يمكن استخدام الباقة في أي خدمات أخرى مثل تصفح الإنترنت. يعني حضرتك ما ينفعش تاخد الشريحة دي تحطها مثلا على الراوتر الهوائي. طبعا شريحة الراوتر الهوائي بتبقى خط داتا، بس ده خط مختلف عنه. ده خط داتا انترنت، لكن ده خط داتا ورسائل. وكمان ما ينفعش تحطها في الموبايل وتستخدم الانترنت مثلا، لا، ده يا جماعة دي خط داتا خاص بالعربية، خاص بأجهزة الGPS بتاعت السيارات. طيب تعال نشوف بقى الباقات بتاعت خط داتا VTL. جميع الباقات على نظام الاشتراك الشهري، ويجب على العميل تقديم ABT عند التعاقد. ايه ال ABT ده يا جماعة؟ ABT عبارة عن إمكانية القدرة على الدفع، وده بيكون إما رصيد في البنك أو رخصة عربيتك. يعني لو عربيتك موديل فوق 2000 فأنت كده معاك ATB، فعن طريق الرخصة بتاعتك خلاص كده أنت بقى معاك ال ATB بتاعك. طيب الباقات بقى، الباقات بتبتدي من 100 جنيه، VTL 100، 135، 170، 200. ال VTL 100 بيبقى فيها 1000 ميجا و50 رسالة. أما ال VTL 135 فدي بيبقى فيها 1250 ميجا زائد 50 رسالة. طيب وال 170، ال 170 بيبقى فيها 1500 ميجا زائد برضو 50 رسالة. أما ال VTL 200 فدي بيكون فيها 2000 ميجا. طيب سعر الميجا بعد نفاذ الباقة، بعد ما الباقة بتاعتك تخلص، طالما حضرتك لسه في الشهر، الباقة بتاعتك بعد ما تخلص سعر الميجا بايت 25 قرش. طيب وسعر الرسالة؟ سعر الرسالة 14 قرش. طيب الباقة بقى شاملة الضريبة، كل الأسعار اللي احنا قلناها ديت غير شامل الضريبة. الباقة شاملة الضريبة VTL 100 ب 135 جنيه ونص. طيب VTL 135 ب 178 ونص أو 179 إلا ربع. VTL 170 ب 221، يعني 221 75 قرش. VTL 200 ب 258 ونص برضو، يعني حوالي 259 إلا ربع. نيجي بقى للإجراءات والمستندات اللازمة للتعاقد. المستندات اللازمة للتعاقد هي يا جماعة البطاقة الشخصية والرخصة بتاعة العربية. وفي حالة إن العربية مش باسمك طبعا بيكون معاك التوكيل الخاص بالسيارة.
وطبعا بتروح لشركة ETIT، هما طبعا اللي بيشغلوا لك الشريحة ويفعلوا لك طبعا الخدمة بتاعتك على الجهاز. وزي ما قلنا في الأول إن ETIT ليها مجموعة من الأجهزة والموديلات المختلفة، وهقولها لك دلوقتي. طيب صلاحية الخط ده يا جماعة خط فاتورة، يعني حضرتك لازم تجدد فاتورته كل شهر، لازم تدفع اشتراكه كل شهر. في حالة إن أنت ما دفعتش الاشتراك الخط بيقف. طيب في حالة إن الخط يقف وحبيت أشغله تاني مفيش مشكلة، زيه زي أي خط بتشغله مرة تانية. طبعا ما يعديش عليه 3 شهور واقف، لو عدى عليك 3 شهور واقف طبعا بيتلغى زيه زي أي خط تاني. تمام، يبقى ده خط فاتورة ما هواش خط عادي، يعني لازم تدفع فاتورته كل شهر، ما دفعتش الفاتورة الخط بيقف. طيب بالنسبة للباقة يا جماعة، أقدر أغير الباقة بتاعتي؟ طبعا تقدر تغير الباقة، مفيش مشكلة، تقدر تعلي الباقة أو تنزل الباقة، مفيش أي مشكلة. يمكن للعميل تغيير الباقة الشهرية سواء الباقة أعلى أو باقة أقل عن طريق الاتصال بخدمة العملاء 3 وحيد أو زيارة أي فرع من فروع الشركة، بشرط دفع أي مبالغ مستحقة على الخط قبل إتمام عملية تغيير الباقة. هل يمكن التحويل لأي من أنظمة وي الأخرى مثل خطوط الدفع المسبق أو الفاتورة؟ نظرا لطبيعة الخدمة الخاصة بهذا النظام لا يمكن التحويل لأي نظام آخر. يعني هو النظام اللي أنت ماشي عليه ده اللي هو نظام الداتا أو نظام عربيتي، هو ده النظام اللي هو نظام VTL. دي يا جماعة مجموعة من موديلات الأجهزة اللي تابعة لشركة ETIT. أول جهاز معانا هو GT06N GT06N وTR06 وGV300 وFMB 120 TDC 16900 JT 701 DT 306 وGL 300. لو جهاز حضرتك واحد من دول مفيش مشكلة، هيشتغل بكل سهولة. هتجيب الشريحة، هتتصل بالشركة أو تتواصل معها عن طريق الموقع الإلكتروني أو عن طريق رقم التليفون، وهيشغلوا لك الشريحة بتاعتك. وطبعا الأفضل إنك تشغل جهازك بطريقة قانونية وآمنة ومسجلة في الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات نترا. وبالتوفيق للجميع. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. وأي سؤال أو استفسار سيبوها لي في التعليقات أسفل الفيديو، وبحاول أرد عليكم في أقرب وقت ممكن. وما تنسوش الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك والتيك توك محمد موسى مستر تكنولوجي ومستر تك. وشكرا على حسن متابعتكم.